السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله بإذن الله نفتح قراءة برج الميزان، وان شاء الله بإذن الله خير الميزان. قبل ما ندخل في القراءة احب انبه عليكم لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. النهاردة 30 يناير 2024. بتمنى منكم ما تنسوش اللايك، كل الاول مرة يشوف القناة يشترك في القناة ويفعل كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد مننا. يلا نسمو نصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام ونفتح القراءة. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. برج الميزان، عندكم إتمام أمر، أمر هيتم لكم بخير إن شاء الله بإذن الله، أيا كانت بقى زواج، خطوبة، سفر، عقد عمل، الله أعلم، ولكن هنا ما شاء الله فيك عندكم إتمام أمر، فاطمن اطمن يا برج الميزان. مستني رد من حد من هو برج ناري بس تقريبا برج حمل، يعني الحمل موجود هنا وانت قاعد في انتظار، او هو منتظر منك رد، والرد هيكون خير ليكم ان شاء الله. ولو في زواج فهيكون يعني راح ربنا يوفقكم انتوا الاتنين مع بعض في الزواج، ولو في عقد عمل فربنا يوفقكم مع بعض، لان في هنا توفيق معاك مع برج الحمل، توفيق بينك وبين حد من برج الحمل. على الله كله، ربنا يصلح حالكم يا رب. بص يا برج الميزان، هو من الواضح ان انت في مشكلة، يعني ممكن تكون كان بيت عيلة فيها مشاكل وفي قعدة صلح، والصلح هيكون خير للجميع، وكان لازم القعدة دي تحصل من زمان او الصلح ده يحصل من فترة، ولكن خيرها في يعني هو قدر الله ما شاء فعل، وده خير ليكوا يعني. هو خلاص يعني هو ربنا لما أذن ان يبقى في قعدة الصلح. وعلى فكرة هنا الصلح يعني شايفة ان هنا القلب هيكون صافي، يعني النية هتكون صافية، فما تزعلش او مثلا ما تترددش لو في صلح مثلا، لا ده انا مش هصالح، لا ده ممكن يكون نيته مش كويسة ليا. لا يا برج الميزان خالص، انت هنا برج الميزان راح الصلح هيكون خليك، والقعدة هتكون مريحة، والقلوب هتكون صافية، فما تترددش يا برج الميزان. بصي راح تحقق حلم، لاني شايفة حد هنا متمسك بحلمه مهما حصل، مهما حد يعني قلل منك مثلا او من قدراتك، او عمل مثلا يسمعك لا ده انت حد فاشل، لا حد مش عارف ايه، لا انت مش هتنجح، لا انت بتمسك بحلمك وراح توصل ان شاء الله باذن الله يا برج الميزان، راح تعدي. عندكم برج الميزان برضو عندكم جوزاء، وعندكم برج الدل، وعندك العقرب. في هنا اتفاق بينك وبين برج العقرب على فكرة، وراح الاتفاق ده هيكون هو هيكون بينكم شغل او بيزنس على فكرة بينك وبين برج العقرب. وعلى فكرة الميزان هيمشي مع العقرب، انت هوائي وهو مائي، ولكن هو ولكن برج الميزان برج العقرب دماغه كويسة، يعني دماغه شغالة، مش فاضي، لا لما بيحط دماغه في الشغل فبينتج، وما شاء الله يعني بيكون يعني بيعرف يعني يدير مكان، مرسى مثلا شغل حاجة زي كده، فهو ناجح في شغله في عمله برج العقرب على فكرة. فانت ما تترددش، يعني لو ده عرض مثلا فما تترددش، وصلي صلاة الاستخارة برضو للطمأنينة والتأكيد، وان شاء الله بإذن الله راح ربنا ييسر لك الحال يا رب. برج الميزان، هو في يعني عندك سفر على فكرة، وراح تنقل من مكان لمكان، دولة لدولة، او ممكن تكونوا في حد تبعكم، او انت بالفعل بتسمعني بتفكر انك انت تسافر دولة، بس الدولة دي بتوصل لها من مكان تاني لمكان تاني، فانت هتوصل فعلا زي ما انت عايز ان شاء الله بإذن الله بفضل الله سبحانه وتعالى. آم، تخطيطاتك صح يا برج الميزان، او بدأت تاخد خطوات صح في حياتك، بدأت تفكر صح، بدأت تفهم اللي حواليك كويس، لا بدأت تنتبه اكتر من الاول، يمكن كنت الاول طيب بزيادة، بتتنازل على حاجات كتيرة بزيادة، مش كل برج الميزان، ولكن ممكن تكون الطاقة دي خصوصا، لان انا عارفة ان برج الميزان برضو مش مطيع قوي يعني، ولكن ممكن يكون حد بيسمعني من نفس يعني هي دي طاقته. تمام. آه عندك كلمة السلام يا برج الميزان، هتسلم من حاجة كانت كبيرة جدا، أو حد كان بيدبرها لك، أو مكيدة بمعنى أصح، ولكن هتسلم منهم والله، هتسلم يا برج الميزان وهتعدي. برج الميزان تقريبا انت بتقرأ سورة الفيل، او لو مش بتقرأها فاقرأ سورة الفيل، لان في كارما كبيرة جدا على عدو وليك يا برج الميزان. يعني هو ممكن تكون حد كان متربص لك يعمل لك مكيدة، او بالفعل هو اذاك، لان انا شايف ان في هنا حبل اتصل بينك وبين الناس دي، فالاذية انت اتأذيت منهم بالفعل، ولكن يعني سبحان الله ان اتقلب الاذية اللي اتأذت منها والضرر فتقلب عليهم هم، فعليهم يعني كارما الفترة دي، وان شاء الله راح ربنا يرد لك حقك يا برج الميزان.
عندكم حرف السين متكرر اكتر حاجة هنا النهاردة في الطاقة، وحرف العين، وحرف الخاء، وحرف الحاء، وحرف النون، وحرف الواو، وحرف الدال، وحرف الطه، وحرف الصاد. طيب ان شاء الله انت عندك خطوة ايجابية يا برج الميزان، او بالفعل انت خدت خطوة في حياتك حلوة، او انت سعيد بالخطوة اللي انت اخدتها، مش ندمان خالص، حتى لو كان خطأ او غلط، او حد مثلا انت خدت خطوة الزواج مثلا، خدت خطوة الارتباط ما حصلش نصيب، ولكن انت برضو مش يعني مش عقدة نفسية مثلا، او انا خدتها عقدة، لا، انا بحاول ان انا بقوم واقف على رجلي من اول وجديد، وبحاول ان انا ايه اتخطى اي حاجه، اي صعاب، يعني انا بتخطى اي حاجه. فما شاء الله عليك يا برج الميزان، راح تعدي وراح توصل، وراح في عندك هنا شفتي يعني لما يكون انا، لا انت هتبقى فخور بنفسك قوي يا برج الميزان من الفتره اللي جايه. يعني انت عندك هنا ما شاء الله بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله، برج الميزان راح تثبت وجودك في المكان اللي انت فيه ده. راجل امرأة راح يثبت نفسه ويثبت وجوده بالفعل. في حد هنا هيعمل لك 1000 حساب يا برج الميزان، ده بالفعل في حد بيعمل لك، ولكن كمان أزيد، يعني أنت كمان هتطلع الأعلى، وكلمتك هتكون مسموعة أكتر. وشايفة إن أنت واقف، وزي ما يكون أنت بس إيه، في كتير مثلا قاعدين، فأنا عمالة، أنا مدرس مثلا وأنا الأطفال قاعدين قدامي، فأنا عمالة او اي كانت يعني مدرس وقدام الطلاب، تمام، فانت عمال تدرس وعلمك عالي، ولكن اللي قاعد مستمع بس. فانت هتبقى كده ايا كانت الموقف اللي انت هتبقى فيه، فانت هتكون حاسس بنفسك كده، راح هتقف على الارض الصلبه. وعلى فكره شايفه ان الحق معاكم يا برج الميزان، عندكم حق ولكم حق وهتاخدوه، لو ايا كانت لكم حق عند حد فراح تاخدوه الفتره دي. وعلى فكره مش هيكمل شهرين ثلاثه هيكون لك حق يا برج الميزان، وراح تنتصر على عدو كبير جدا 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 يا برج الميزان. وعلى فكرة هي جت معاك كده بدون تخطيط وبدون تفكير، سبحان الله، انت وكلت امرك لله واشتغلت وسبت اللي يتكلم يتكلم، واللي يسحر يسحر، وانت كان عندك علم بكده، ولكن انت اتجهت لعملك، لشغلك، لمستقبلك، لدراستك، لبيتك مثلا، لبيتك. كل ده ما اثرش عليك في الطاقة. عارفين انتوا حته التفكير، وان انا اسيب مثلا دراستي وافكر في المشاكل، اسيب حياتي وافكر في المشاكل، وده مش كتير بيعملوها. فده في فاصل هنا، في حد هنا من برج الميزان قدر يتغلب على الطاقة دي، وقدر يعمل فاصل بين العمل وبين شغلي وبين حياتي وبين المشاكل، خلاص. فانت عملت فرق هنا، عرفت تتجاوز الحدود دي، وبرافو عليك يا برج الميزان. فنجحت. وفي حد فشل في حياته يعني سبحان الله سبحان الله. الشخص ده كان نفسه يا برج الميزان يشوفك انت اللي واقع، او يشوف فيك انت اللي مش هتنجح او مش هتكسب، او انت شايفك مش هتربح مثلا، او انت مثلا لو كان في عقد شراكة مثلا، في عقد شراكة بينك وبين حد، فالعقد ده انت يعني ايه، خلاص كل واحد قطعته العقد، او العقد خلاص انتوا انهيتوا العقد ده خلاص، الشراكة دي. فحد كان بيفكر انك مش هتنجح، او مش هتقف على رجلك تاني، او خلاص انت وقعت كده ولا حد سمع عليك معنى اصح. لا بالعكس، انت وقفت وتجاوزت الحدود، وبتنجح كل فترة، بتنجح وبتلاقي نفسك كده يعني. فما شاء الله مستقبلك حلو يا برج الميزان، طاقتك حلوة، كلها تفاؤل النهاردة ما شاء الله. آم، علاقة ثلاثية يا برج الميزان، عندك العلاقة الثلاثية بمعنى لما أقولها في يعني بيكون في شخص متجوز وله علاقة بواحدة تانية، أو برضو الامرأة بتكون متجوزة وليها علاقة بحد تاني، أو ممكن تكون عارفة شخص تاني، يعني اتنين مع بعض. ولكن هنا علاقة ثلاثية تخص راجل. وعلى فكرة مش علاقة ثلاثية بس، ده في ثلاثية ورباعية وبرج الميزان هنا بقول لك استوب يا برج الميزان. العلاقات الكتيرة ديت ده هتكون أول الفشل في حياتك. أول حاجة هتكون الفشل في الزواج نفسه، تمام، لان هنا معظم العلاقه الثلاثيه، فانت مرتبط معاك زوجه وبتعرف حد تاني وتالت وتعدد العلاقات، وده غلط يا برج الميزان. طبعا مش كل طاقه برج الميزان كده يا جماعه، خد اللي ينطبق عليكم واللي ما ينطبقش عليكم لناس تانية، واللي بيدخل يسمع مثلا لبرج معين ياخد الطاقه اللي تنطبق عليه. برج الميزان هنا انت بتسايس وبتعرف يعني تكسب قلب اللي قدامك كويس قوي، مع انك انت هوائي، ولكن برضو عندك حته المسايسه، حته لبق في الكلام، محبوب. عندك كاريزما حلوة، بتتكلم والكل بيسمع لك، عندك ثقافة عالية ما شاء الله، بتعرف تركز كويس قوي، وبتعرف تتكلم وبتعرف تفكر، ما شاء الله عليك يا برج الميزان. ربنا يا رب يصلح حالك يا رب.
عندكم ارتباط بينك وبين برج القوس. هو ممكن يكون علاقة أخ أو أخت أو أب على فكرة بينك وبين برج القوس، بس يعني العلاقة بدأت يعني تقرب عن الأول، أو المسافات بدأت تقرب، بس في مشكلة راح تبعدكم عن بعض تاني. المشكلة دي سببها امرأة، فاحذر يا برج الميزان. ولو انت مثلا تعرف يعني في امرأة هنا هتبعدكم عن الشخص ده، ممكن يكون أخ، ممكن يكون أب، ممكن يكون بس أو أم مثلا، أو يعني لاحظ أو فكر كويس أو خد حذرك. ممكن تكون دي زوجة، ممكن تكون دي خطيبتك، تعمل لك مشكلة تخليك تبعد عن الشخص ده. ولكن هو هنا في يعني المسافة قربت، وانت اكيد هتبقى عارفين الطاقة اكتر مني كمان. تمام. آه في علاقة هنا، بس العلاقة دي هتنتهي برضو. في علاقة هنا هتنتهي، بس العلاقة دي علاقة ثلاثية. علاقة ثلاثية وعلى فكرة انت بتتعامل مع شخص يعني متكبر، او شخص مغرور شوية، او عنده وحدة الغرور دي. فانت برج الميزان يعني بص، ما تحاولش انك انت يعني ايه. هو برج الميزان بيبقى صلب، يعني مش اللي هو مندفع في المشاعر احيانا، ولكن هنا في حد متكبر او عنده غرور، مغرور يا برج الميزان. فانت بدأت تفهمه، او بدأت فيه كذا نقط كده، فانت بدأت تفهمها. لما يعني مثلا لو كنت مثلا اعرف امرأة مثلا، او انا اعرف الشخص ده، فكانت الاول العلاقة عادية، مجرد ما دخلنا في موضوع الجواز الارتباط بدأت اكتشف، او كل ما العلاقة طولت بينا فبدأنا نكتشف بعض، عيوب بعض، سلوكيات بعض، ايجابيات، سلبيات. ولكن هنا اقدر اقول لك يا برج الميزان بتتعامل مع حد مغرور قوي، والغرور ده طبعا مش كويس. قلل العلاقات يا برج الميزان عشان بيتك هنا، لان البيت هنا متدمر بسبب العلاقات اللي انت فيها. آه انت بتحاول الصلح بينك وبين حد يا برج الميزان، ولكن الصلح ده مرفوض، او الشخص ده رافض الصلح. حتى لو انت قلت لي ده انا، الله اعلم، ممكن يكون حد من برج الميزان برضو طاقته ده. تمام. ولكن دي الطاقه اللي مفتوحه قدامي، ان حد هنا انت رافض الصلح يا برج الميزان. او ممكن يكون فعلا برج الميزان هو اللي رافض الصلح، بس هنا رفض في الصلح دي بين اتنين بس، يعني راجل امرأة، واحد وخطيبته حبيبته حاجة زي كده، مش عيلة كاملة زي ما انا كانت في اول الطاقة. فحد هنا رفض الصلح. ولكن هو كويس لحد ما، هو البعد احسن في الفترة دي، لان الدنيا بايظة كلام بقى والمشكلة كبيرة جدا، يعني انت مكبر الموضوع، هو الشخص ده مكبر الموضوع، ففي هنا كلام. فكويس ان انتوا رافضين الصلح، او لو هو رافض الصلح وانت رافض الصلح فكويس. ابعد دلوقتي يا برج الميزان، لان الموج عالي شويه، نقدر نبعد شويه، وبعد كده نبادر تاني بالصلح او نبادر بالكلام. تمام. لا، اندفاعك مش حلو يا برج الميزان، مهما حصل ما تحاولش تندفع في كلامك. يعني بص، برج الميزان احيانا لما يكون واحد بيكون عنده قوه، او خلاص إيه، انا خلاص عرفت ان انا مثلا بعرف اتكلم، بعرف اخد قرار، ببدا ان انا ايه اتكى شويه، او الغرور بياخدني. تمام. الغرور بياخدني ان انا حد ما بغلطش ابدا، ان انا حد ما حدش غلطني، انا كبير، انا عقلاني. لا، بص يا برج الميزان، احيانا مهما كانت وضعك، احيانا برضو ممكن يكون عندنا اخطاء، مش خطأ واحد، احيانا اخطاء. ولكن يعني بلاش الحته ايه اللي انا اقول لك ايه، ما تزعلش من ده، انت واخد مقلب في نفسك، فبلاش حته ان انا اخد مقلب في نفسي قوي، او ان انا اظهر نفسي بقى ان مفيش حد زيي، انا واحد ما فيش احسن مني. لا يا برج الميزان، طاقة مش حلوة. وانا اللي بقول لك بلاش حتة الغرور ياخدك، لان الغرور لو خدك انت مش عارف ترجع تاني، لان خلاص هو انت دخلت شخص تاني جوه الشخص نفسه، فصعب ان هو يطلع. فاهم انت او فهماني؟ فحاول حتة الغرور ما تاخدكش قوي، وان الغرور ياخدنا قوي يا برج الميزان. آه هو انت محتار بتفكر، او ممكن يكون انت بالفعل يعني ايه، هي ماسكه معاك شويه من حته المال، او انت مش عارف تاخد قرار، إيه، خايف تندم عليه، او خايف تعمل قرار، تاخد قرار ما تبقاش هو ده وقته. تمام. هو بالفعل مش وقته، يعني القرار اللي انت عايز تاخده ده مش وقته هو برج الميزان، ولا وقته ولا مكانته. بس انا عايزاك تحاول تتفادى اي خساره، او اي وضع ما يجي عليك بالمشاكل في بيتك، لان شايفه ان البيت هنا متاسس، وفي خطوه لو اذا انت اخدتها. مش اول مره اشوف لك الموقف ده يا برج الميزان، الطاقه دي ممكن تخسر اشياء، او بيتك يعني في حاجه. ممكن يكون الاولاد، يعني ممكن مثلا يكون انا جايه افكر في الجواز. تمام. وزوجتي مثلا مش هتتقبل الوضع ان انا اكون، ان انت تكون زوج، ان في زوجه تانية في حياتي، يعني غير ان انت مثلا ان انا اكون على ذمتك مثلا، لا انا هنفصل. فبالتالي فينا اولاد،
والاولاد دول لهم مستقبل حلو. المشاكل اللي بينك وبين الزوجه ده هيأثر على اولادكم انت ممكن تعيش مرتاح وهي تعيش، ولكن اولادكم المستقبل ده ممكن يتدمر بسبب المشاكل العائليه اللي هتحصل. فبص يا برج الميزان، تحذير، مش اول مره اشوف لك الطاقه دي زي ما قلت لك. فكر كويس، الطاقه دي تخص راجل برج الميزان. تمام. الامرأة هنا بص مش هنقول هي عدوانية ولا هي بتاعت مشاكل، اي بتحبش النرفزة، ما بتحبش اللي حد يعصبها. يعني هي متفاهمة متحضرة، بتعرف تتكلم، ولكن ما بتحبش حد يديلها رأي، يعني يضغط عليها في الآراء، يعني يضغط عليها. فما تضغطش عليها، عشان هنا برج الميزان متحمل بما فيه الكفاية. يعني هو خلاص جايب اخره، فبيقول لك بقى ايه، يعني ايه واحده واحده عليا، عشان انا ايه يعني جايب اخري. فبرج الميزان هنا طول بالك عليا. لو انت تعرف الامراه دي هي في حب بينك وبينها، ما تقولش ده هي إيه مش بتحبني، او ما فيش علاقه بينك وبين، او ان هي مثلا في حد تاني في حياتها. لا، هو ما فيش حد تاني في حياتها، ولو الطاقه تنطبق عليك انت يا برج الميزان تمام. ولكن هو مفيش حد في حياتها، بس هي في ضغوطات عليها. الامرأة في ضغوطات، وفي حاجات مش عارفة تحكيها لك، او مش عارفة تعبر لك عن مشاعرها، مش عارفة تعبر لك عن اللي جواها، ولكن تحملها شوية لانها بفترة صعبة. الامرأة دي محتاجة اللي يعينها، او محتاجة سند فعلا. في هنا امرأة في حياتك يا برج الميزان، او انت امرأة برج الميزان محتاجة سند وبعد الله سبحانه وتعالى يعني. تمام. فهو سندكم هو الله سبحانه وتعالى، فما تنتظروش السند من حد، ما تستنيش السند ده من حد. العطف بقى، والكلمة الحسنة والكلمة الحلوة، وان انا مثلا الشخص ده يكون هو هيعبر لي عن مشاعره ازاي امتى. لا، ما تستناش برج الميزان، هي بتيجي معاك لوحدها على فكرة، هي بتيجي معاك لوحدها. بس فينا علاقة لازم تنتهي، لان في علاقة انا فيها حرمانية، علاقة فيها حرمانية. اكيد انت عارفين الراجل الامرأة عارفين الطاقة دي. تمام. اكتفي بالقراءة، وان شاء الله باذن الله ما انطبقش على القراءة ينطبق عليه الفيديو القادم ان شاء الله باذن الله. واشوفك على فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.